بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين. والنهارده الليله الاخيره من ليالي دوري الابطال الممتعه والساحره، مباراه في منتهى القوه وفي منتهى الشراسه. اول مباراه هتكون معانا النهارده ريال مدريد ملوك اوروبا بقياده العجوز العقرب الايطالي انشيلوتي في مواجهه طموح وشراسه شباب ارسنال الانجليزي بقياده المدير الفني المتميز ارتيتا. وايضا معانا المباراه الثانيه هتكون مهمه جدا، انتر ميلان بقياده الفهد الايطالي سيموني انزاجي في مواجهه البافاري بايرن ميونخ بقياده المدير الفني فينسنت كومباني. مباراة في منتهى المتعة وفي منتهى الجمال. متفهم جدا ان كل الجماهير قلقانة، خاصة جماهير الميلينجي ريال مدريد. علشان كده النهارده حلقتنا هتكون استثنائية في توقعاتها وايضا في تحليلنا. مهم جدا ان انتوا تتابعوا حلقة النهارده. يلا كله بسرعة يعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك، وكل يفعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. خلونا نتكلم في البداية عن مواجهة ريال مدريد بقيادة العقرب الايطالي انشيلوتي امام ارسنال الانجليزي بقيادة ارتيتا. المباراة هتكون قابضتها مع انشيلوتي. هقول لحضراتكم ليه. خلونا في البدايه نتكلم عن احصائيه مهمه جدا. ارسنال الانجليزي الموسم ده لعب في 32 مباراه، استقبل 27 هدف على الرغم انه بيعاني من غيابات، وايضا كان بيعاني من سوء حظ في بعض المباريات. وده يوضح لنا انه خط دفاع ارسنال الانجليزي هيكون قوي جدا جدا. طب يا ترى بقى يا عم عمر مين اللي هيكسب في المباراه دي؟ اقول لحضراتكم مباراه النهارده هتكون سيناريوهين، ما فيش سيناريو تاني. السيناريو الاول هو ان انشيلوتي من البدايه هو اللي يبتدي ويبادر بشكل شرس وبشكل قوي جدا على دفاعات ارسنال الانجليزي، ويحاول انه يسجل هدف من البدايه. لو استطاع ان هو يعمل ده الامور هتكون سهله جدا جدا بعد كده مع فريق ريال مدريد، لانه فريق نادي ارسنال بيعاني من نقص بعض اللعيبه اللي جودتهم عاليه في خط الدفاع زي تمبر وايضا كالافيوري وجابرييل. فدي فرصه كبيره جدا لفريق ريال مدريد ان هو يقدر يحقق انتصار على فريق نادي ارسنال لو اتعامل مع المباراه بالشكل الجيد، خاصه هيكون عنده 3 اسلحه وعناصر مهمه جدا، وهي اللعب من على الاطراف والتسديد من الخارج واللعب على الضربات الثابته. يا ترى هل انشيلوتي هيقدر يتعامل مع السيناريو الاول بالشكل اللي احنا بنوضحه؟ اعتقد الامور هتكون سهله جدا لو قدر يتعامل معاه بالشكل اللي احنا وضحناه. السيناريو الثاني وده اللي هيكون اصعب هو انه فريق ريال مدريد ما يقدرش ان هو يحرز هدف من البدايه، ارسنال يلعب لو بلوك، يلعب بشكل دفاعي منظم جدا ويكون حذر، خاصه ان هو عنده مشكله كبيره جدا في الخط الهجومي. ده في حاله لو ريال مدريد ما قدرش يسجل من البدايه، وعلشان كده الامور هتكون صعبه. ممكن تكون اقرب لمباراه مانشستر سيتي اللي كانت في بدايه الموسم، اضطر ان ارتيتا يلعب بشكل دفاعي منظم جدا، قفل على كل مفاتيح لعب مانشستر سيتي. وعلشان كده بنقول ان ارتيتا مدير فني متميز جدا خططيا. مش من السهل جدا التعامل مع المباراه بالنسبه لانشيلوتي، لان هتقف على تفاصيل صغيره جدا اللي هيحسمها هو جاهزيه لاعبي ريال مدريد، وخاصه الثلث الامامي. باذن الله تكون مباراه جميله ونتمنى الفوز لفريق ريال مدريد، ولكن حتى لو خسر ريال مدريد هي دي كره القدم وده طبيعي، لازم نتقبل امر زي ده. ان شاء الله هتكون مباراه في منتهى المتعه وفي منتهى الاثاره، ويحصل زلزال كبير جدا في سانتياغو وريال مدريد يفرحنا ويفرح كل عشاق الميرينج وكل عشاق كره القدم في كل مكان. ننتقل بقى للمباراه الثانيه، مباراه انتر ميلان بقياده الفهد الايطالي سيموني انزاجي اللي عنده مباراه قويه جدا وصعبه جدا امام بايرن ميونخ. في عنصر مهم جدا جدا بيتميز بيه انتر ميلان الموسم ده، وهو انه عنده جوده وفعاليه في الثلث الاخير الحقيقه غير مسبوقه. عنده عناصر متميزه جدا زي ماركوس تورام الارجنتيني مارتينيز. الامور مختلفه الموسم ده عن المواسم اللي قبل كده. يعني قبل كده بيتميز بالصلابه الدفاعيه، ولكن كان عنده مشكله كبيره جدا في انه يكون عنده شراسه في الثلث الاخير. وعلشان كده بنقول ان انتر ميلان الموسم ده هيهدد كل الفرق اللي موجوده في دوري ابطال اوروبا وهينافس بقوه. وعلشان كده مباراه بايرن ميونخ اختبار حقيقي لسيميوني انزاجي. ده غير ان سيميوني انزاجي الحقيقه طور فريق انتر ميلان بشكل كبير جدا في عمليات البيلد اب والبناء من الخلف للامام. فريق متميز جدا. انا برشح انتر ميلان ان شاء الله انه يكون في دور النص النهائي. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن انتظرونا الفتره اللي جايه، عندنا حلقات في منتهى المتعه والجمال. هنكون دايما معاكم اول باول زي ما عودناكم دايما. التميز والرياده معانا في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.